السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا الرياضية. اليوم سنتحدث عن موضوع مثير للجدل طالما شغل بال عشاق كرة القدم. لاعبون كانوا يستحقون الكرة الذهبية لكنهم حرموا منها. في عالم كرة القدم تعتبر الكرة الذهبية من أرفع الجوائز الفردية التي يمكن أن يحصل عليها اللاعب، لكن على مر التاريخ كان هناك العديد من النجوم الذين قدموا مستويات استثنائية ولم ينالوا هذا التكريم المرموق. دعونا نبدأ مع الأسطورة تييري هنري، اللاعب الفرنسي الذي غير مفهوم المهاجم العصري. في موسم 2003-2004 قاد أرسنال للفوز بالدوري الإنجليزي دون أي خسارة، وسجل 39 هدفا في جميع المسابقات. رغم ذلك ذهبت الجائزة إلى أندريه شيفتشينكو. ثم لدينا روبرتو كارلوس صاحب التسديدات الصاروخية والركلات الحرة المذهلة. في عام 2002 فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكأس العالم مع البرازيل، لكن رونالدو الظاهرة حصد الجائزة. وماذا عن باولو مالديني أسطورة ميلان الذي قضى 25 عاما في النادي وفاز بدوري الأبطال 5 مرات؟ رغم أدائه الاستثنائي وقيادته الفذة لم يفز بالكرة الذهبية ولو مرة واحدة. أندريس إنيستا صانع الألعاب الإسباني المبدع سجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2010 وكان عنصرا أساسيا في نجاحات برشلونة، لكن وجود ميسي ورونالدو حرمه من نيل الجائزة. وسنة 2010 تحديدا كان ويسلي شنايدر يستحق الكرة الذهبية بجدارة. قاد إنتر ميلان للثلاثية التاريخية ووصل لنهائي كأس العالم مع هولندا، لكن ميسي فاز بالجائزة. راؤول غونزاليز أسطورة ريال مدريد رغم تسجيله أهدافا حاسمة وقيادته للفريق لإنجازات كبيرة لم يحصل على الجائزة. كذلك فرانك ريبيري في 2013 الذي فاز مع بايرن ميونخ بخماسية تاريخية. وفي العصر الحديث روبرت ليفاندوفسكي في 2020 عندما ألغيت الجائزة بسبب جائحة كورونا. كان البولندي في أفضل موسم له وقاد بايرن للفوز بدوري الأبطال وسجل 55 هدفا. ما يجب أن نفهمه أن الكرة الذهبية رغم أهميتها لا تقلل من قيمة وعظمة هؤلاء اللاعبين. تاريخهم وإنجازاتهم وتأثيرهم على اللعبة أكبر من أي جائزة فردية. شكرا جزيلا لمتابعتكم. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات. من برأيكم كان يستحق الكرة الذهبية ولم يحصل عليها؟ نلتقي في الفيديو القادم. دمتم في رعاية الله.